السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا وحوش التك؟ معاكم خيري تك. وحشتوني، وعشان وحشتوني فانا راجع لكم وبقوه. وراجع بقوه ازاي؟ هقول لك. عشان انا جايب لك ابلكيشن فوق الرايق. بس الاول خلينا نخش على الانترو. وبعد الانترو بتاعتنا خليني اقول لك مين صناع الابلكيشن ده. صناع الابلكيشن دول اتنين، واحد سوري والتاني فلسطيني. وطبعا كلنا عارفين اللي حصل في فلسطين وفي سوريا، وطبعا يا رب يفك كرب اخواتنا الفلسطينيين والامين. المهم ان الفردين دول ما كانوش عارفين يفتحوا اي حساب بنكي او يبعتوا فلوس لاهاليهم او حتى يستقبلوا منهم. وهنروح بعيد ليه؟ انت عندك اغلب الدول العربيه بتواجه المتاعب دي، لذلك طلعوا بفكره ابلكيشن انسيف. ودلوقتي هم بقوا من رواد الاعمال اللي اتعمل لهم مقاله على بلومبرج. وبدون طويل في قصه صانعين الابلكيشن، خلينا نخش على الابلكيشن على طول واعرفك هو بيعمل ايه. انسيف بكل بساطه بيديك 3 حسابات بنكيه، حساب بالدولار وحساب باليورو وحساب بالجنيه الاسترليني. يعني بمعنى اصح مش هتغلب يا صديقي. وفوق ال3 حسابات دول انت مش محتاج تعمل حد ادنى للايداع عشان تفتح الحساب. لا يا صديقي، انت هتاخد 5 جنيه استرليني هديه بمجرد ما تخلص اجراءات فتح الحسابات. ولو انت فريلانسر وعايز تاخد فلوس، فعايز تبعت لينك سريع، فهتقدر تطلع بيمنت لينك للشخص اللي انت بتعمل له الشغل بحيث ان هو يدفع لك المبلغ اللي انت كتبته. او بكل بساطه تقدر تبعت له الاي بان بتاعك والسويفت كود لاي حساب بنكي من ال3 حسابات اللي انت فتحتهم اوريدي على انسيف. وبدون تطويل كتير في مزايا الابلكيشن، خلينا نخش على طريقه التسجيل. طريقه التسجيل يا صديقي سهله وبسيطه. الموضوع كله انك هتدخل برقم تليفونك وهيبعت لك او تي بي، وبمجرد ما تدخل الاو تي بي هيبدا يطلب منك شويه حاجات تملاها، زي مثلا انك محتاج تعمل ايميل وباسورد. وهنا هتبص تلاقيه انه بيعد لك 1 يورو او 1 جنيه استرليني، وده اول 1 يورو او جنيه استرليني يجي لك هديه. وعلى كل خطوه هتكسب جنيه استرليني لحد ما تخلص كل الخطوات. والخطوات سهله وبسيطه. انت كل قصه عايز اثبات للعنوان بتاعك اللي انت مقيم فيه، وهترفع الباسبور بتاعك، وهتعمل ايميل وباسورد، وهتبعت مثلا بنك ستيتمنت او وثيقه بنكيه لاخر معاملات ليك. والبيانات بعد كده سهله وبسيطه، وفي ظرف كام يوم هتجيلك الموافقه وهيتفتح لك الحساب. وبعد ما خلصنا طريقه التسجيل، انا هنا بقى هبدا امسك الموبايل بتاعي وافتح لكم حسابي على انسيف. لاول وهله كده هتحس انك متلخبط، لكن الموضوع سهل وبسيط. لو بصيت لواجهه البرنامج هنا هتبص تلاقي هنا عندك 3 حسابات مفتوحين، وهتلاقي تحتها ابجريد تو برو. فخليني اوري لك كده الاشتراكات بتاعه البرنامج. اول اشتراك خالص وهو المجاني، والمجاني ده اللي انا عليه حاليا. وهو الاشتراك المجاني بكل بساطه بيدي لك حساب دولاري مجانا، وحساب جنيه استرليني او يورو مجانا. وبيدي لك كمان يا صديقي كارت افتراضي باليورو او بالجنيه الاسترليني. وبيديك اكسس في طريقه التحويل سواء الاي سي اتش او السويفت. وتقدر تطلب فيزيكال كارد، يعني تقدر تطلب كارت فيزا صديقي يجي لك لحد باب البيت ب 40 دولار. وطبعا البرو اللي هو بياخد مني 10 دولار كل شهر، العمولات دي كلها هتقل اكتر، وهقدر اخد لحد 70% ديسكاونتس على التحويلات. ده غير يا صديقي طبعا ان انا هاخد 5 تداولات مجانيه. وطبعا في البرو اكيد لما هتطلب الكارت ولا ب 30 ولا ب 40 دولار، انت هتقدر تاخده ب 20 دولار. ده غير بقى شويه الحاجات اللي باينه لك على الشاشه دي، زي مثلا يا صديقي ان اللوكال باي اوت هتبقى خلاص دولار و49 سنت. ومثلا السويفت يو اس دي ان، يعني لو انت جاي لك مثلا هيبدا يبقى ب 3 دولار 59 سنت بدل ما كان 6 دولار 24 سنت. فهتبص تلاقي ان كل العمولات هتقل. وكده بعد ما انا خلصت لك فكره الاشتراكات، نيجي بقى لنقطه التحويلات. سواء انا عايز اودع في انسيف او حتى عايز اسحب، والموضوع سهل وبسيط. لو انا عايز يجي لي فلوس، فانا هخش هنا على خانه الاكونتس، هبص الاقي هنا يو اس دي اكونت، يعني ده كده حسابي الدولاري. هخش على الاكونت ديتيلز، هبص الاقي نوعين من التحويل، الاي سي اتش راوتنج والواير ايبان. اي سي اتش راوتنج بقى وبتاع وواير ايبان، الموضوع بنكي قوي يا صديقي. يعني تحس انك عايز موظف خدمه عملاء هنا عشان خاطر الموضوع جامد. يعني انا مبسوط ان كل ده في الابلكيشن. ونكمل على طول. خليني اكلمك في اللي انا عارفه وهو الواير ايبان. ولما نيجي هنا يا صديقي نتكلم على موضوع الايبان، فهتبص تلاقي ان في حاجه اسمها اسم المستفيد زي اسمي، اسم البنك وعنوان البنك، والايبان والسويفت كود او البيك كود. وهو ليه اسمين كده، سويفت كود او بي اي سي كود، بيك كود. وتقدر بقى يا صديقي بكل بساطه زي ما انا وريتك هنا، تقدر تعمل شير للايبان والمعلومات دي كلها، او تقدر تعمل حاجه اسمها بيمنت لينك، يعني تقدر تعمل لينك دفع. يعني بكل بساطه تبعت لينك الدفع ده بالرقم اللي انت حاطه عشان خاطر العميل اللي انت
انت عملت له الشغل يدفع لك. وده هيفيد قوي 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 الفريلانسرز او حتى الانفلونسرز. كل اللي عليك ان انت هتبدا تكتب الدوله، يعني انا مثلا هنا في مصر، وهتبدا تكتب العمله اللي الشخص ده هيبعت بيها، خلينا نقول مصر. وهنا يا باشا هيقول لك دخل اماونت وحط ريفرنس، عشان الريفرنس ده مثلا يبقى حاجه كده للامان. فانا مثلا احط يا عم كيتك ماشي، وبس كده. اعمل كونتينيو وكريت يا باشا. وهنا هتبص تلاقيه دخلك على صفحه ثانيه بيقول لك انت هتستلم 5000 جنيه. ال 5000 جنيه دول عباره عن 99 دولار و1 سنت، والفيز بتاعتهم او العمولات هي 3 دولار و2 سنت. يعني انت هتستلم 95 دولار 99 سنت. عايز تمام. تحت طبعا بيقول لك اعمل ابجريد للبرو لو انت عايز تعمل ابجريد، وهتدوس كرييت لينك. وكده يا باشا مبروك عليك، انت تقدر بقى تاخد اللينك ده وتبعته للشخص اللي انت عايزه يدفع لك. طيب هل في طريقه ايداع تانية يا خيري؟ يعني انا دلوقتي عايز اودع فلوس على الابلكيشن او على حسابي الدولاري هنا وابدا اتعامل عليه. ان انت مش بس تقدر تودع بكريدت كارد، انت اصلا ممكن تودع بالكارت فوري الاصفر او حتى فودافون كاش او حتى بماي فوري، او لو هتنزل لاي سوبر ماركت. لانك بكل بساطه لما بتدوس كارد ديبوزيت هتبص تلاقي ان انت جالك المبلغ اللي انت مطلوب تدفعه، وهو ان انا مثلا هودع اهو 10 دولار، فجاب لي الايميل بتاعي وبكل بساطه قام جايب لي المبلغ اللي انا المفروض ادفعه وكمان التليفون. ده كده بوابه فوري. فانا لما ادوس ان انا هدفع هيدي لي رقم مرجعي، الرقم ده اقدر ادفع بيه من ابلكيشن ماي فوري. في ايه تاني عظمه اكتر من كده؟ طبعا مش محتاج اقول لك ان كارت الفيزا اللي موجود في انسيف انت تقدر تتعامل عليه على اغلب المواقع الاونلاين. يعني بكل بساطه لو عايز تشتري اي حاجه نفسك فيها وبدون اي قيود، اودع يا باشا الفلوس وخش يا باشا اكتب كارت الفيزا واشتري اللي نفسك فيه. طيب طريقه الايداع بقى صديقي في الابلكيشن، احنا دلوقتي اتكلمنا على طريقه التحويلات، سواء انت عايز يجي لك تحويل بنكي او حتى عايز تكريت بيمنت لينك او لينك دفع. طيب في هنا بقى حاجه اسمها ريسيف ماني. ريسيف ماني دي يعني استقبل فلوس. فانا برضو عايز اقول لك على حاجه، ان انت تقدر تستقبل فلوس باربع طرق، واول 3 طرق دول هو بكل بساطه انك انت عايز تودع بكارت، او عايز تعمل تحويل بنكي، او عايز تعمل بيمنت لينك، يعني بمعنى صح تبعت لحد بيمنت لينك اللي هو اللينك دفع، او حتى الديفرنت كرنسي. يعني يا صديقي بمعنى اصح، والموضوع اللي انا فاهمه كده على حسب ما انا دخلت على الصفحه دي، هو ان انا اقدر ابعت لشركه هي اوريدي حساباتها باليورو، فهي هتبعت لي يورو وانا استلم الفلوس دي على حسابي الدولاري، فاوريدي الفلوس هتخش وهتترجم لي بالدولار على طول. وطبعا لاني بقول لك الموضوع بنكي قوي زياده عن اللزوم، فهو حتى مقسمها لك هنا ان انت عايز تستلم من نفسك ولا عايز تستلم من موظف. فالموضوع فيه كده ايه يعني حنتفة زايدة شوية وبنكية شوية. يعني الموضوع بكل بساطة هو تحويل عملات. انا عايز استلم فلوس على حسابي الدولاري من حسابي مثلا اللي هو البريتش باوند اللي هو الجنيه الاسترليني، فانا بكل بساطة هقدر ابعت لنفسي بنفسي تحويل بنكي. والموضوع يعني ما شاء الله في لذاذة. يعني انا شايف الموضوع بجد لذيذ. طب نقدر نودع بقى ازاي؟ برضو لو انا بقى عايز اعمل انا ايداع بنفسي اقدر اودع ازاي؟ الموضوع سهل وبسيط. انا والله بكل بساطه دخلت على الخانه دي اللي هي كارد ديبوزيت، يعني ده اسرع طريقه ايداع. وهو هنا انا عايز احط يا عم 100 دولار، عايز اشحن هنا في الابلكيشن 100 دولار. طب ال 100 دولار هتترجم بكام؟ ب 5050. فيعني كده سعر الدولار في مصر 50 الابلكيشن مترجمه بكده. وهنا هضيف العنوان بتاعي، وهنا في الاخر هيقول لك تحت كده الكرنت ريت، يعني السعر دلوقتي هو ان الواحد دولار ب 50 جنيه و50 قرش، والفيز او العمولات هتاخد 3 دولار و5 سنت، فانت كده هتستلم 96 دولار 95 سنت. انا شايف الموضوع بصراحه جامد. يعني انا لو هستلم الكلام ده وهدوس كونتينيو، وبمجرد ما ادخل عندي الكريدت كارد ابص الاقي انا اتسمع في الحساب عندي ال 96 دولار، فانا عايز اشتري بالرقم اللي انا عايزه. ده بصراحه رائع يا صديقي. نيجي بقى عند نقطه تاني كده وهي الاستثمار. والاستثمار ده يا صديقي بكل بساطة هو عبارة عن انك تقدر تستثمر في اشهر الشركات العالمية للاستثمار. يعني مثلا تقدر تستثمر في ابل، او تقدر تستثمر في انفيديا او مايكروسوفت او امازون او الفابت او ميتا. كل الشركات العالمية دي اللي هي بمعنى صح الستوكس الامريكية تقدر تستثمر فيها وبكل سهولة. هتقولي ازاي يا خير الكلام ده؟ هقول لك عن طريق ابلكيشن انسيف. هتقدر تخش وتلاقي خانة كاملة للاستثمار، وتقدر بقى تحط فاندز او تحط ايداع او كمان
تسحب ارباحك. بس هو كل قصه وانت داخل هيبدا يسالك انت ايه خبرتك في الاستثمار. طب لو وقع مثلا 20% سهم معين هتحس انك عايز تسحب فلوسك كلها، ولا ممكن تصبر، ولا ايه مدى احتياجك للموضوع. هو اخر حاجه بقى يا صديقي وهي الكارت. هتقول لي ايه حوار الكارت يا خيري؟ هقول لك انا هنا مثلا معايا كارت باليورو، اقدر اعمل شو ديتيلز، كل الديتيلز بتاعت الكارت، سواء بقى رقم الكارت والتاريخ انتهاء الكارت والسي في اللي انا اقدر احطهم في اي ويب سايت انا عايز اشتري منه اونلاين، وهيظهر لي المعلومات بتاعته بكل سهوله. واقدر كمان اطلب هنا فيزيكال كارد عادي جدا. طبعا انا زي ما قلت لك برضو ان انت تعمل شو ديتيلز، وتقدر تعمل حاجه اسمها فريز كارد، وقريب ان شاء الله هينزل كروت بالدولار، وده انا شايفه مثلا انا اكتر حاجه هبقى محتاجها وهي الكروت الدولاريه. طب اخر حاجه بقى، اخر حاجه هنقدر ازاي خيري ننزل الابلكيشن؟ هقول لك يا صديقي تقدر تنزله بطريقتين. تقدر تنزله من على جوجل بلاي او ابل ستور، او انا سهلت عليك خالص يا صديقي، هتقدر تلاقي اللينك الابلكيشن تحت في وصف الفيديو او في الديسكريبشن للاندرويد وللاي او اس. وطبعا يا صديقي في اخر الفيديو، بما اننا اصلا بدانا يوتيوب، فاحنا اكيد يا صديقي محتاجين نطور الكونتنت كده، فانا هسيب لك بيمنت لينك كده بكلام فاضي لو حبيت تتبرع لاخوك خيري كده لتطوير الشانل والمحتوى. وكده احنا وصلنا لاخر الفيديو يا صديقي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس. وبس كده، كان معاك خيري تك. سلام يا وحش التك.